اطلع الزباله. والله هي مش فيها كتير، بس خليني اطلع السودا احسن. لان الزباله لما بتفضل برضو بتبقى ريحتها وحشه. عتب. شايفين الكرسي بتاعي اتكسر ازاي؟ الكرسي ده اتكسر خلاص، ما بقيتش عارفه اقعد عليه للاسف. والترابيزه اللي هناك دي الحمام بهدل الترابيزات، المفروض كنا نغطيها بس الغطا طار. تعالوا نعمل قهوه كده الصبحيه. طبعا هنا الواحد بيشرب ميه عادي من الحنفيه. في بعض المدن هنا في بريطانيا لازم يجيبوا طبعا الميه بيبقى شويه متغير، فبيجيبوا ازاز ميه من بره. المشكله بقى في مصر حرفيا ان ما عادش في حاجه اسمها ميه من الحنفيه دي اطلاقا، ولا حتى للاكل. ليه بقى؟ الله اعلم. خليكم معايا بس اعمل كوبايه قهوه. اوكي كويس برضه. بصراحه الحياه في مصر، انا عايزه اكلم لكم مخصوص في فيديو بخصوص عن الحياه في مصر لما احنا نزلنا السنه دي. بس انا عايزه اقول لكم ان الوضع في مصر صراحه صعب، وما بقاش الميه بقت والله العظيم اوقات بتبقى ريحه المجاري. والله بتبقى ريحه المجاري، بس الواحد عايز يفوق. وكمان ساعات بتبقى لونها وحش قوي، يعني تحس ان هي جايه منين، يعني جايه من مجاري مثلا. الواحد كان دايما بيشرب من حنفيه مصر، بس ما اعرفش الدنيا مالها بتسوق اكتر ليه. فكان بقى موضوع لازم تجيبوا بقى فلاتر، والفلاتر لازم تغيروها. وانا اصلا ساعات بحس ان الفلاتر دي اساسا مؤذيه بجد، مش حاجه حلوه. فاصلا الواحد طول ما هو هناك، يعني احنا لما خرجنا سفريه، عايزه اقول لكم ان احنا اشترينا ميه في اسبوع ممكن ب 2000 جنيه للاسره الواحده. احنا كنا كذا اسره، يعني احنا ممكن مثلا عملنا لنا 8000 10000 ميه. اللي هو يا جماعه ال 10000 دي الواحد كان بيجيب بيها عجل مثلا ويذبحه. لا، ما عادتش ال 1000 دي ليها اي قيمه في مصر صراحه. يعني الواحد بقى بيصرف بالالوفات في اليوم، مش باللي هو 100 150 تروح تجيب خضار البيت كله. لا، فالحياه في مصر بصراحه غاليه. فانا بنصح اي حد عنده مثلا المقدرة المالية، عنده مثلا زكاة، عنده اي حاجة، طلعها في بلدك اولى من هنا بصراحة. ودي قهوتنا. انا بحس ان القهوة لو اتقلبت بالمعلقة المزاج طار صراحة يعني. خلينا نشطف دي عشان المواعين هنا بتتكاثر. شايفين قهوتي؟ شايفين؟ والله تفتح النفس. نغسلها كده تشطيف على السريعة كده، عشان انا المواعين عندي بتولي. يعني تحط طبق واحد في الحوض، بعد نص ساعة تلاقيه بقى اكوام. عايزه اقول لكم الحياه في مصر بجد صعبه. خليني اقول لكم عليها في الفيديو دي. بجد الواحد لما نزل مصر حس ان الناس متأزمه، بس في نفس الوقت يعني الميزه في الشعب المصري ان هو بشوش. يعني رغم الهموم اللي بتكون ورا الواحد الا انه بشوش صراحه.
بس في اي رحله لمصر اعمل حسابك لما انت تنزل مصر معنى كده ان في شويه فلوس هيتوزع او هيتصرف مثلا، لان احنا في كل مشوار، في كل خطوه، في كل مصلحه لازم تدفع. والله العظيم رايحين نطلع بطاقه بنجدد بطاقتنا المصريه البطاقه المصريه يا جماعه لا غنى عنها، فرايحين نجددها. جددناها ب1200 عشان نجدد البطاقه المصريه ب1200 ماشي. ومستعجل. المستعجل ده قعدنا فيه قد ايه بقى؟ تقريبا 6 ساعات. ده المستعجل اللي هو المفروض في ساعه. ليه بقى اخدت 6 ساعات؟ عشان احنا اولا احنا نازلين ما نعرفش سيستم البلد بقى عامل ازاي. الناس فاهمه. جت واحده قريبتنا جت بعدينا ب3 ساعات، دخلت في نص ساعة واتصورت وعملوا لها البطاقة وكل شيء وراحت طالعة وقالت احنا عندنا واسطتنا كده، واخبطوا راسكم في الحيطة. ليه بقى؟ هناك يعني اتضح لنا فيما بعد ان انت لازم تدفع. تحس ان هو في عصابة لها رئيس، والرئيس بيبص للناس اللي حواليه، مشي ده، دخل ده، ادي رقم. بيكونوا واخدين الارقام مثلا اللي هي البدري، عشان لما حد يجي ويديهم فلوس يديله رقم بدري فيدخل قبل 50 واحد قدامه. يعني حتى احنا واقفين في الطابور، مش ان الطابور يمشي، لا الطابور واقف. ليه؟ لانه يروح مدخلين فلان، يروح الامين شرطه داخل، او واحد فلان معرفه في المركز ولا في المكان ده داخل، ومعاه مثلا اسره، معاه مثلا شابين، واحد ومراته وداخلين، وواحد بقى يزعق يا عم انت بتدخلهم ليه؟ يا عم احنا واقفين هنا بقالنا 4 ساعات وحر. يا ربي اقسم بالله الميه كانت عماله اكن في حد فاتح سرسوب حنفيه كده اهو وعمال ينقط، مش ينقط والله ما كان بينقط، كان بينزل ميه 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 كده. والواحد وانا قاعده، انا من النوع اللي بيتوتر، فانا كنت قاعده ساكته عشان انا لو اتكلمت او اتنرفزت مش حد هيعرف يقفلني. يعني انا كنت خايفه، خايفه يجي لي زي بانيك زي كده، لان انا كنت حاسه ان انا في اوضه محبوسه ومفيش هوا ومفيش حاجه، فكنت قاعده كده اللي هو يعني ايه، عماله اهز في رجلي، فليلته سودا اللي هيجي يكلمني. فالمهم الراجل قعد يزعق احنا واقفين، ده سلطه، دي مش عارف، دي كوسه، اللي انتوا بتعملوه ده حرام، اتقوا الله وما اعرفش. راح جاي له واحد من الموظفين اللي جوه قال له ايه، عمري ما هنسى الكلمه دي، قال له يعني بص القطر لو مش عدل يقع. قال له القطر لو مش عدل يقع وتبقى كارثه كبيره. عارفين يعني ايه؟ يعني لازم الواحد يمشي كده عشان الحياه تمشي، لازم تعمل كده، لازم تبقى زي التعبان تتدحلب كده زي القطر. المهم كان اليوم ده بجد انا قلت انا مستحيل اعيش في مصر. انا اصلا وانا بنت انا عمري في حياتي ما عملت اي مصلحه حكوميه في حياتي. بابا حبيبي ربنا يرحمه يا رب هو كان بيعمل لنا كل حاجه، فالواحد ما كانش حاسس باي حاجه. ومعرفش هل زمان مختلف عن دلوقتي مثلا، بس اكيد لا شك حاسه ان الدنيا زادت قوي. اي حد يعمل لك اي حاجه اديله فلوس. يعني احنا عشان ندخل الاهرامات يا ربي كل واحد بنعدي عليه مش هيعديك وهيرازي فيك الا يا عم صبح عليا. فانتوا يا جماعه والله كان نفسي حد يقول لي الكلام ده قبل ما انزل مصر. صبحوا على الناس كلها صبحوا. صبح مش بتصبح بجنيه، مش صبح على مصر بجنيه، لا صبح على مصر ب100 200 جنيه كده يعني. فانت بقى شوف كم مصري هيقابلك يعني حتى في الاهرامات الراجل وانا داخله، لو قدرت اجيب لكم اللقطه دي هجيبها. الراجل بيقول استنوا وقفوا هنا، دول مش مصريين على عيالي. قلت له والله العظيم مصريين. قال لي انت صوتك مصري خلاص انت مصريه، اما دول مش مصريين على عيالي. قلت لهم يا عيالي اتكلموا عربي انا عيالي لما مجرد يسيبوا مثلا البلد او اهلهم بيروحوا قلبين انجليزي، معرفش ليه، بس يوصوا اهلهم ولا كلمه واحده انجليزي، ولا كلمه الا لو جت كده. لكن قلبوا بقى فكانوا عمالين وهم بيكلموا بعض بالانجليزي، فلا دول مش مصريين وشكلهم مش مصريين ما شاء الله وما اعرفش ايه. قلت له والله العظيم مصريين. طب قال لي خلاص طلعي بطاقتك. فطلعت له بطاقتي، فانا اتضح لي برضو في الاخر ان هو يعني افهمي طلعي حاجه كده وعدي والدنيا تمشي. فانا برضو ما فهمتش الا بعدين برضو، بس طلعت
بس هنا مصرية مش شرقية. الله يكرمك حبيبي. هنا بس اشوف اي حاجه ليهم هم بالعافيه. اي اسباب مصري بس. والله العظيم مصريين اقسم بالله. ولادك ولا ايه؟ طبعا. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. يبارك لك فيه. الله يكرمك. اتفضلوا يا حبايبي. يلا حمزة الجمل وعبد الرحمن. الله اكبر. الله يكرمك. يلا البطاقه يا استاذ حمزه. لسه شوف احنا بتاعتك انت بقى. انا اوكي ماشي لحظة. عشان باشا كله يعرف. اهي عليا الشرقيه واهل الشرق. والله العظيم انا مش زعلانه منهم، يعني انا مش زعلانه من الناس دي صراحه. انا شايفاهم اصلا هم يستحقوا اكتر من اي حد هنا فقير في البلد اللي انا عايشه فيها دي. انا شايفه دول يستحقوا اكتر بجد والله. الحياه في مصر صعبه جدا وغاليه جدا جدا. يعني انت تتخيل لما تجيب مثلا 3 كيلو لحمه، لا مش 3 كيلو، لا 2 كيلو لحمه بما يعادل 10% 20% من راتبك. تخيل لما تجيب 2.5 كيلو لحمه بما يعادل 20% من راتبك. 20%. انتوا عارفين يعني 2 كيلو ونص لحمه ب 20%؟ يا نهار ابيض. انا مش عايزه اقول هنا كام لان احنا هنا بندفع ايجار بيت وغاز كتير جدا جدا، بس يعني حرام. يعني الاكل والشرب ده المفروض الواحد مش يدوس فيه على الناس. يعني الاكل والشرب ده مشوه، ارفعوا حاجات، ارفعوا الرفاهيات يا جماعه. ارفعوا مثلا مش عارفه اقول لكم ايه، بس مش في الاكل والشرب. يعني حتى الحاجات المدعمه دخلوا فيها. يعني طب الناس تعمل ايه يعني؟ ما هو الشعب، يعني الناس لو جاعت قوي قوي قوي، لو ما كانتش بتتقي ربنا وخايفه من ربنا هتعمل مصايب. يعني هيحصل جرائم كتير. فالحياه في مصر صراحه انا بحب مصر والله العظيم، رغم اللي انا بقوله لكم كده الا ما اعرفش ليه يا ربي. حبيبي يعني انا بحبها. يعني انا بحب مصر وبحب انا انزل واخد اولادي وننزلوا ويشوفوا بلدهم. لكن الحياه بقت غاليه جدا صراحه. فاللي عنده فلوس او عنده زكاه او عايز يطلع حاجه يطلعها في بلده اولى. القهوه، اللي يشرب قهوه بسكر ما بيفهمش في القهوه. انا كنت هقول ما بيفهمش بس فكانت هتبقى شتيمه. لا بس هو بيبقى ما بيفهمش في القهوه. لان القهوه لازم تكون يعني ولو شويه مره. يعني انا ما اعرفش طولت عليكم قد ايه. انا كنت عايزه اعمل لكم فيديو شوبينج صراحه، وانا كنت طالعه اتسوق، بس انا دخلت البيت لقيته كده، فقلت لا اروق البيت الاول. عشان انا لما بجيب الشوبينج بحس ان انا زحمت البيت، فبحب افضل البيت وانضف البيت عشان اجيب الشوبينج يعني. فانا هعمله لكم. انا مش عايزه اوعدكم بقى واقول لكم الفيديو الجاي عشان انا اهو غيرت الفيديو ده، بس انا هعمله ان شاء الله. وادعوا لي وادعوا لاولادي وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو حاجه بسيطه. انا عايزاكم بس طلعوا في مش في مصر، يعني اليمن يطلع في اليمن، كل بلادنا زفت، كل بلادنا واقعه. فاللي معاه اي حاجه يطلعها في بلده. بلادنا اولى والله. احنا هنا بندفع ضرايب كتير 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 بغض النظر، فكفايه الضرايب نطلع بلادنا بقى. بس لايك وشير وسبسكرايب. سلام.